عمرك تخيلت إن تصميم شنطة سفر قديمة من القرن ال18 ممكن يتبني منها إمبراطورية عملاقة لأحد أفخم وأغلى البراندات العالمية؟ فلو عندك محل صغير أو مشروع ستارت اب لسه بيبتدي ولسه مش مصدق في نفسك إنك كبير، فجهز مشروبك اللي بتحبه وتجيب الكاميرا بتاعتك معاك، علشان هاخدك النهاردة في رحلة هتشوف فيها العجب وهترجع منها بطريقة تفكير مختلفة هتدخل بيها لعالم النجاح في مجالك. فيلا بينا نبدأ رحلتنا. في أرقى شوارع باريس وأغناها على الإطلاق، وتحديدا في أول طريق الشانزليزيه، فندق لوي فيتون، الأيقونة المسية اللي اتصممت على هيئة شنطة سفر كلاسيكية بيرجع طرازها للقرن ال18. لوي فيتون مش بس فندق، لكنه براند عالمي وراه قصة نجاح ملهمة تفاصيلها ممتعة. هنخرج منها بأهم حاجتين اللي منهم هننجح بإذن الله، واللي هنتعلمهم من طفل صغير ألهم أثرياء العالم للنجاح. الطفل لوي فيتون أو لويس فيتون اللي اتولد سنة 1821 في مدينة أنشاي الصغيرة الموجودة في قلب الجبال الشرقية الفرنسية، واللي بتبعد عن باريس بحوالي 292 ميل. والده خفير كان مزارع بسيط، ووالدته كوروني جايلارد اللي كان متعلق بيها جدا كانت بتبيع قبعات للسيدات، لكنها للأسف توفت فجأة وهو عنده 10 سنين. ومن بعدها والده تزوج من واحدة كانت قاسية جدا عليه، اللي زادت قساوتها لما والده هو كمان مات، وأصبح وقتها لويس طفل يتيم بيعافر في ظروف صعبة. لويس كان عنيد بطبعه، بيرفض ينحني قدام الأزمات أو يستسلم لضعفه، عشان كده قرر إنه يسيب موطن نشأته، المكان اللي كان المفروض إنه يكون منطقة راحته، لكنه في الحقيقة كان كل حاجة إلا الراحة. سوء معاملة مرات أبوه والظروف المعيشية القاسية خلوا الهروب الخيار الوحيد قدامه. في الحقيقة ساعات بنكون عالقين في أماكن بتستهلكنا وبتنهش فينا، لكننا بنخاف نسيبها لأننا بنكون ظانين إنها منطقة راحتنا. بنفضل متخدرين بالخوف من التغيير ومش بنفوق منها إلا لما نكون خسرنا كتير. نرجع لقصة لويس اللي بالرغم من سنه الصغير إلا إنه قرر ياخد مجازفة كبيرة ويسافر لباريس عاصمة الأنوار، ماشي على رجله ما يقرب من 500 كيلو. الطريق كان طويل ومليان مخاطر، عدى في غابات، جوع وتعب وتهديدات من كل نوع، لكنه كمل وعافر واشتغل شغلانات كتير جدا علشان يجيب قوت يومه. بس الشغلانات دي رغم تفاهتها إلا إنها منحته خبرات شكلت شخصيته وزودت مهاراته وعلمته دروس كتير كانت نقطة انطلاق قوية في رحلة نجاحه. وأخيرا وصل لويس لباريس اللي كانت وقتها بتشهد بداية الثورة الصناعية اللي فتحت مجالات جديدة لناس كتير. اشتغل في محل لصناعة الشنط اسمه مونيسيور ماريشال، وهناك بدأ يتعلم أسرار الحرفة على إيد ماريشال نفسه، اللي أعجب بذكائه ولمح فيه شغف كبير إنه يتعلم، فكان من العمال المميزين عنده في المحل، وبدأ يسند إليه المهمات الأصعب شوية لأنه كان بيتميز بالدقة في شغله. في قاعدة حلوة بتقول اللي بيحب حاجة بتديله أسرارها، فأتقن لويس صناعة الشنط وأبدع فيها لدرجة إنه اكتسب سمعة طيبة وسط النبلاء في باريس. الجودة العالية اللي بيقدمها والتفاصيل الدقيقة في كل شنطة كان بيعملها خلت عملاء الطبقة الراقية يثقوا فيه ويطلبوا شنطه هو بالذات، وده خلاه يكسب احترام واسع وسط النخبة في باريس. وتعال نشوف ازاي الظروف خدمت لويس، لأن عمر النجاح ما كان صدفة ولا مجرد حظ، لكنه بيبقى مكافأة للتعب والمحاولة والتعلم من الخسارة. الحظ بيجي للي بيشتغل على نفسه ويتحرك، مش للي مستني الفرصة وهو نايم في مكانه. والفرص بتيجي في وقتها المناسب بحكمة ربانية، لكن النجاح الحقيقي بيجي لما تقدر تقتنص فرصتك، مش في مقارنة نفسك بغيرك، لكن قارن دايما نفسك امبارح بنفسك النهاردة، هل بتتطور ولا لأ؟ فحصل بعد كده إنه تأسست الإمبراطورية الفرنسية تحت حكم نابليون الثالث، اللي لما عرف عن دقة تصميمات فيتون قرر إنه يتعاقد معاه لصناعة الحقائب الخاصة بزوجته الإمبراطورة الكونتيسة الأسبانية أوجيني شخصيا. ودي طبعا كانت نقطة تحول كبيرة جدا في حياة فيتون، لأنه بكده بدأ يلمع ويتشاف شغله على نطاق أكبر بين النخبة، واسمه ارتبط بالجودة والفخامة الملكية. وتعالى بقى ما اقولك على النقلة اللي حصلت بعد كده ونشوف هتوديه على فين.
لأنه تزوج من كليمنت إيميلي باريو اللي كان عندها وقتها 17 سنة، واللي قالت له لا، انت دلوقتي بقى ليك اسمك ومكانتك وما بقاش مناسب ليك انك تفضل شغال في محل ماريشال. وبفضل تشجيع مراته وثقتها في قدراته اتخذ لويس الخطوة الجريئة دي وافتتح متجره اللي كتب على واجهته جملة بسيطة لكنها عميقة جدا بتلخص رسالته للناس: Securely packs the most fragile objects, specializing in packing fashions. احزم أكثر الأشياء هشاشة بأمان، متخصصون في أزياء الأمتعة. وهنا في تركة مهمة عايز أقولك عليها. مهم جدا علشان تنجح إنك تحيط نفسك بناس تشجعك على النجاح. مين اللي حواليك في الدايرة بتاعتك؟ مين اللي ممكن يحفزك ويفهم قدراتك ويشور عليك كمان بالخطوات الصح اللي هتوصلك لتحقيق حلمك؟ ومش بس الناس اللي جنبك، لكن حتى مين الناس اللي بتتابعهم وبتسمع لهم. وعلى مستوى البيزنس، تعال نراجع الجملة العبقرية جدا اللي كتبها على باب محله. فالناس دي يا جماعة كانوا فاهمين ماركتينج على أصوله من قرون فاتت. فالسلوجان اللي كتبه لويس بيلخص في سطر واحد وبطريقة ذكية استراتيجية رسالته التسويقية. وبصراحة أنا كراجل شغال في الديجيتال ماركتينج صعب نعدي السلوجان الملهم ده من غير ما نحلله مع بعض ونتعلم منه. أول حاجة، إعلانه لثقته في منتجه ولتخصصه الفريد وتميزه. فلما استخدم كلمة أكثر الأشياء هشاشة، ده بيوضح إن عنده ثقة كبيرة جدا في شغله وجودته، وبيدي انطباع إن منتجاته مصممة بعناية فائقة وتقدر تحمي أغلى وأهم الأشياء لعملائه. تاني حاجة، رسالة الأمان والثقة. فالناس لما تشوف كلمة احزم بأمان بتربط أوتوماتيكيا كده إن المحل ده موثوق وإن العميل يقدر يعتمد عليه. دي كانت رسالة مهمة قوي إنه يوصلها، خصوصا في الوقت ده، لأن السفر البعيد والتنقل بيمثل تحدي وقتها، وكان ضمان الأمان لمتعلقاتهم حاجة مش سهلة. مهم قوي إنك تطمن عميلك وتفهم احتياجاته بالظبط، خصوصا إن أكتر حاجة العميل بيحتاج لها دايما إنه يحس بالأمان. وده موضوع مهم جدا هنبقى نعمل له فيديو لوحده قريب بإذن الله، إنك إزاي تطمن عميلك وتخليه يثق فيك وفي خدماتك ومنتجاتك. تالت حاجة، استهداف العملاء المميزين. ودي كان لعيب فيها قوي لما قال متخصصون في أزياء الأمتعة. هنا هو حدد فئة العملاء اللي عايز يركز عليهم، فواضح إنه كان مستهدف من البداية كده كلاس A من العملاء بتوعه. فاستخدامه لجملة متخصصون في أزياء الأمتعة بيدي لمسة من الفخامة والأناقة، وكأنه بيقول إن الشنطة دي مش بس متينة وعملية، لكنها كمان قطعة بتمثل ذوق وشخصية العميل. يعني هتمسك شنطة متفصلة على ذوقك كأنها دريس أو صوت مثلا. رابع حاجة عجبتني في السلوجان ده هي سهولة التذكر والتفاعل. فالسلوجان كان مختصر لكنه عميق، وده بيخليه سهل التذكر. فعايز أقولك إن الأناقة والبساطة في اختيار الكلمات بيعزز السحر اللي بيجذب العملاء للعلامة التجارية بتاعتك، لأنهم بيكونوا حاطين دايما في ذهنهم إن المحل ده مختلف وإنه بيقدم جودة عالية. نيجي بعد كده لأهم وأقوى نقلة جوهرية عملها لوي فيتون في البيزنس بتاعه، وهي إنه بعد 4 سنين من إنشائه لمتجره الخاص درس احتياجات عملائه والمشكلات اللي بيقابلوها. فلقى إنهم بيعانوا من شوية حاجات كده، زي مثلا إن تصميم حقائب السفر اللي كان شائع في الوقت ده كان بيخلي الشنطة تقيلة حتى وهي فاضية، لأن الناس وقتها كانوا بيصنعوها من الخشب والجلد السميك. فقام ابتكر خامات جديدة اتميزت بيها حقائبه، واستبدل الجلد التقيل اللي كان بيعمل كمان روائح مش حلوة مع الوقت والتخزين بنوع من الأقمشة المقاومة للماء. ودي طبعا كانت خفيفة جدا مقارنة بالجلد، وكمان ما كانتش بتعمل ريحة زي الجلود، خصوصا لما بينزل عليها المطر. المشكلة التانية اللي لاحظها فيتون إن التصميم الشائع للحقائب وقتها بيخلي من الصعب جدا رصها فوق بعضها، خصوصا في السفر، لأنهم كانوا بيعملوا الغطا بتاع الشنطة بشكل دائري على أساس إنه أثناء السفر وقت المطر المية تنزل من على جوانب الشنطة، لأن الجلد طبعا وقتها ما كانش بالتطور الصناعي الحديث بتاع اليومين دول، لأنها كانت جلود حيوانات وليها مسام بتسمح بدخول المية داخل الشنطة. أما لويس لما ابتكر القماش
الكانفا بتاعه اللي كان ضد المية ده سمح له انه يغير تصميم الشنطة لشكل مستطيل، وبكده بقى من السهل رص الشنط فوق بعضها فتكون اكثر ثباتا، وكمان ما تاخدش مساحة كبيرة اثناء السفر. فمن أساسيات نجاح البيزنس إنك تفهم مشكلات العميل بتاعك وتعرف هو عايز إيه بالظبط، لأنك لو قدرت تلمس احتياجاته وتكيف خدماتك ومنتجاتك عليها وتكون سابق عميلك بخطوة، ده الشيء الوحيد اللي هيخليك بابا المجال زي ما بيقولوا، لأنك بتقدم فاليو، بتقدم قيمة لعميلك، وبكده هتكسب ولاءه بالشكل اللي يخليه هو يسوق لك من غير ما أنت تطلب، وهو يدافع عنك لو منافسينك رموا عليك حاجة مش بتاعتك. وبتظهر بعد كده عبقرية فيتون التسويقية والريادية بوضوح لما صمم أول قفل مانع للكسر. كان بيقدم حل لمشكلة حقيقية بتواجه أصحاب الحقائب في السفر اللي هي تأمين ممتلكاتهم، لكن الأذكى من كده إنه اتجه كمان لتغيير مفهوم حقائب اليد في المجتمع الأوروبي بعد ما لاحظ إن السوق مش متقبل تصميماتها القديمة اللي كانت كبيرة وصعبة في تحقيق تناسق الأوتفيت بتاعهم. فبتحليل عميق لاحتياجات السوق قدر فيتون انه يقدم حقائب يد اصغر وخفيفة مصممة من القماش اللي بتقرب الوان بتناسب كل الازياء النسائية، وده ساعده في تحويل شيء كان مرفوض الى موضة دارجة بين النخبة. الخطوة دي ما كانتش مجرد تطوير منتج، دي كانت نقلة للعلامة التجارية بتاعته، وطبعا زاد الطلب على منتجاته، فقام الراجل الطيب ده وسع نشاطه لورشة عمل اكبر في بلدة اسمها اسنيريس، الى ان وقع في المطب الغير متوقع. ما هو لو انت ماشي بتنجح كده من غير مطبات تقابلك في السكة يبقى عمرك ما هتكبر. لازم طالما ماشي في سكة النجاح يبقى خد المطبات دي عادي لانها لازم تيجي. ولو عندك مطب كده قابلك في مشوارك حبيت تشاركنا بيه وتعلمنا من خبراتك ازاي عديته، يا ريت تكتبه لنا في التعليقات علشان كلنا نستفيد ونتعلم من خبرات وتجارب بعض. فسنة 1871 حصلت الحرب الفرنسية البروسية واللي تلاها حصار باريس ودخول فرنسا في حرب أهلية عنيفة. طبعا حرب أهلية يعني تخريب ودمار وفوضى ونهب، وأكيد انت بقى متخيل دلوقتي اللي حصل بعد كده. أيوة زي ما انت توقعت كده بالظبط، لأن لويس فيتون اتخرب بيته بمعنى الكلمة، وبسبب الحرب دي ورشته ومحله اتنهبوا واتدمروا والعمال بتوعه اتشتتوا، والحال بقى ضنك عليه وعلى عيلته كلها لدرجة ما كانوش فعلا لاقيين ياكلوا. لكن هل تتخيل فيتون اللي وهو طفل ساب قريته ومشي لوحده على رجله ما يقرب من 500 كيلو علشان يبني حلمه في تحقيق ذاته، ممكن لما يكبر ضربة زي دي توقفه أو تحبط عزيمته؟ فده اللي هنشوفه بعد كده. بس خليني الأول أقولك على حاجة، إننا دايما نكون متأكدين إن مع كل مطب بيقابلنا لازم بيجي معاه رسالة. يعني مش الموضوع إننا نحل المشكلة وخلاص على كده وإلا مش هنكون استفدنا كتير، لكن الفكرة إننا ضروري جدا نقف مع نفسنا وقفة ونعيد حساباتنا من جديد ونشوف إيه المطلوب مننا الفترة اللي بعد كده، نشوف هنغير ايه ونبدل ايه مكان ايه علشان نوصل لنتيجة احسن، مش نبدأ تاني من نفس المكان بنفس افكارنا وادواتنا وطريقتنا هي ما تتغيرش، وانما نعتبر ان الازمة فرصة اجبارية للتطوير، ووقتها هنكتشف انها كانت منحة وكانت رسالة بتوجهك لحاجة افضل، مع كامل الثقة ان الله دايما بيرتب الظروف للي فيه الخير ليك. وده اللي حصل فعلا مع لوي فيتون، اللي بعد أشهر قليلة بدأ مرة تانية وجمع قوته واشتغل على بناء ورشته ومحله الجديد، لكن المرة دي في مكان أفضل بكتير بجوار نادي الفرسان في شارع روس كرايب الراقي في وسط باريس، اللي قدر يشتريهم بفضل انخفاض أسعار العقارات وقتها نتيجة الحرب. لكن هناك لقى نفسه في حرب جديدة، بس المرة دي حرب تجارية مع منافس قوي جدا كان جاره في روس كرايب، وهو متجر جوكي كلاب اللي كان بيشتغل في نفس المنتج مع مزيد من الأناقة والفخامة والأرستقراطية. لكن خلاص احنا فهمنا لويس وعرفنا اللعبة ماشية معاه ازاي، فالراجل ده ما عندهوش مستحيل، لكنه دايما بيحول ضغوطه لطاقة إيجابية يطور بيها نفسه، وكالعادة استوعب الرسالة واشتغل على المنتج بتاعه ودرس السوق حواليه علشان يشوف ايه الإمكانيات المتاحة وايه الجديد في الاندستري اللي هو شغال عليه. وفعلا استغل لويس التطور اللي حصل في الفترة دي في الطباعة على القماش بالشكل اللي منحه الفرصة
لصناعة أقمشة بألوان زاهية وبدرجات مختلفة وثابتة، وعمل تصميم جديد يميز منتجاته ويعمل لها هوية خاصة. التصميمات الجديدة كانت من اللون البيج مطبوع عليها حروف أحادية مع شريط أحمر كتوقيع لعلامته التجارية وهويته البصرية اللي قدمها بشكل أنيق وجذاب. وفي نفس الوقت التصميم ده كان معقد نسبيا عن التصميمات القديمة، فكان صعب على المزورين إنهم يقلدوه. زادت بعد كده الطلبات الدولية على منتجاته، فأنشأ له فرع جديد في لندن وبقى دولي، وجذب انتباه عملاء مرموقين زي الخديوي اسماعيل في مصر، وكمان ألفونسو ملك أسبانيا، والروسي أليكسي نيكولافيتش، بالشكل اللي فتح لمنتجاته انتشار عالمي واسع بين فئات وثقافات ولهجات مختلفة. عرفت اسم لوي فيتون، فقرر انه ياخد خطوة جديدة علشان يقرب منتجاته لعملائه بشكل اكبر، وعمل اول كتالوج يعرض فيه كل تصميماته، وكأنه بيحط كل قطعة من شغله قدام عيون الناس قبل ما يرحل، وكمان علشان يضمن انها توصل لأكبر عدد ممكن ويسهل عليهم طريقة طلبها. وده التفكير السليم للي عايز يوسع مجاله، بانه لازم يكون له وسيلة تواصل سهلة ومباشرة مع عملائه، زي اللي بتحققه لنا وسائل التسويق الإلكتروني كمنحة وهبتها لنا التكنولوجيا هذه الأيام. الكتالوج ده كان آخر حاجة لويس قدمها بشغف للبراند بتاعه اللي أسسه بإيده، لأنه بعد فترة قصيرة ودع الدنيا فجأة، وكان عمره وقتها 70 سنة. ساب وراه حلم بدأ صغير وسلمه لابنه جورج فيتون علشان يكمل بعده اللي هو بدأه ويخلي اسمه يعيش بين الأجيال. موت لويس ما أثرش على الإمبراطورية اللي بناها، لأن جورج كمل بنفس الغيرة والحماس. لا ومش بس كده، هو كمان بدأ يجود ويضيف لمسات بيزنس كده أكثر احترافية. يعني مثلا سجل للبراند علامة تجارية مميزة، وابتكر اللوجو اللي احنا عارفينه دلوقتي بحرفين LV، وجعله كرمز للفخامة والرقي، لأن البراند اتوسع وما بقاش بس شغال في صناعة الشنط، لكنه ده كمان امتد لكل ما له علاقة بعالم الموضة والأزياء، حتى البرفيوم. وطبعا العلامة التجارية LV دي ليها قصة لوحدها، لأن لوي فيتون الأب كان من عادته يحط الحروف الأولى من اسم كل عميل على شنطته، ودي حاجة كانت بتفرح النبلاء وقتها وتدي للشنطة لمسة شخصية كده. لكن جورج قرر يكسر القاعدة دي، بدل ما تكون الشنطة باسم العميل اختار يثبت هوية خاصة للبراند بتاعه، فحط الأحرف الأولى من اسم والده LV على كل المنتجات، وبكده أصبح عندنا شعار ثابت بيميز البراند. واللي عمله جورج ده مهم قوي، لان بناء هوية للبراند بيساعده يبقى واضح ومميز في السوق، وبكده ضمن ان اسم فيتون يبقى محفور على كل شنطة كرمز للفخامة. ودي حاجة لو ما كانش عملها ما كناش النهاردة بنسمع عن براند اسمه لوي فيتون، البراند اللي حمل اسم طفل عنيد بطل قصتنا النهاردة، اللي علمنا حاجات كتير، اهمها ان النجاح بيتبني على حاجتين مهمين جدا، اسمهم واحد لكنهم مختلفين: التصميم والتصميم. لأن يكون عندك تصميم على النجاح وإرادة وعزيمة قوية بس، من غير ما يكون عندك تصميم بمعنى ديزايننج وخطة ورؤية مرسومة صح وبشكل مدروس وسليم، مش هتنجح. ولو عندك تصميم ناجح وخطة عبقرية وفكرة لولبية، بس ما عندكش تصميم وإرادة وصبر على إنك تنفذ فكرتك رغم كل التحديات اللي ممكن تقابلك، برضو مش هتنجح. أشكرك لأن وجودك معايا النهاردة بيأكد عزيمتك تعرف معلومة أو فكرة تفيدك في مشوار نجاحك. ثق إن هدفي دايما مشاركتك بخبراتي، وأي حاجة اتعلمتها تكون إضافة مفيدة ليك. شارك الفيديو لو مع شخص واحد ممكن كلمة تفرق معاه، واشترك في القناة لأن عندي لسه ليك أفكار ومعلومات وخبرات كتير هكون أمين إني أوصلها لك. وافتكر دايما إن نجاحك محتاج تصميم وتصميم. دمتم بكل خير وسعادة. تحياتي ليكم، بهاء كرم.